سلام الله عليكم صحاباتي وحباباتي. مع اختكم طبخ البلاد، طبخ البلاد بلا زواق ولا نفاق. كيما لقينا جدودنا ما خطاكم البنه في اليدين والقلب الكبير واسترعينك ميزانك. جمعه مباركه حباباتي وصحاباتي، ان شاء الله بزياده الرزق والتيسير. وانا بغيت لكم فيما حطيتوا يدكم ما تخيبوش. اليوم ان شاء الله غنقدم معكم وصفه الكسكسو، كسكسو مغربي على حقه وطريقه. راكم عارفين اليوم ان شاء الله الجمعه راه ما كاينش شي دار اللي ما تيخطاهاش الكسكسو. المهم ضروري في الموائد المغربيه، كل منطقه وعندها اختلاف ديالها وكل منطقه والطريقه ديالها. انا غنعطيكم السر باش كيجي كسكسو خاطر وبنين. تبعوا معايا الطريقه. كاينين البنيات يلاه مقبلات على الزواج، كاينين اللي الوالدين الامهات ديالهم تبارك الله هما اللي تتكلفوا بالكسكسو. ما فيها باس نعرفوا بتقاليدنا وبكسكسو المغربي ديالنا. المهم انا اليوم كسكسو كنديرو درتو بالدجاج. كناخذوا الكميه الدجاج ديالنا على حسب الافراد اللي متواجد عندنا والمهم على داكشي القياس اللي كاين ان شاء الله. كناخذوا جوج بصلات كبار، كنشلضوهم طوال عراض، يعني اي طريقه غديريها ان شاء الله تذوب. عندي الحمص كنسبق ليا شويه، طيبته خوفا ما يطيب لياش مع الدجاجه. راكو عارفه السرعه ديال الدجاج دغيا تيطيب، ما تياخذش معنا الوقت. العطريه تنحتاجو الملح، عندنا معلقه ديال الملح، معلقه صغيره ونص ديال الخرقوم. كنحتاجو سكينجبير جوج معالق. وهذه ديما انا نصيحه نعطيها، وراس معلقه ديال السودانيه يعني البنه ديال الحار. وهذه والقرفه، راس معلقه القرفه راه غتجيكم، كاين اللي غتجيه غريبه وكاين اللي عمرو ما شافها، ولكن راه تعطي واحد الذوق، واحد البنه خطيره يعني. كاين اللي تيديرها بالتفايه، يعني القرفه ماشي شي حاجه اللي غتكون غادي تكون مختلفه. راس معلقه ديال السمن. والابزار راني وريته معكم هنايا. الابزار خليه حتى من الاحسن كنخليوه حتى كنبغيو نسدو الكوكوط، حيت باش ما يطلقناش داك الكحوليه، يعني تتبقى ديك المرقه شويه اللون ديالها غامق. فمن الاحسن الابزار، يعني لا في اللحم ولا في الدجاج، يعني نحاولوا نخليوه حتى نقليو المقادير اللي عندنا وتشحر عاد كنضيفوا الابزار ديالنا. هنا حكينا واحد جوج مطيشات. مطيشه ضروريه، يعني كل ما كثرتوا مطيشه كتجيكم ديك المريقه مدغرمره، يعني حتى هي ضروريه، وكل ما كثرتوا من الاحسن. عندنا قبيطه ديال المعدنوس، بغيتو تزيدوا فيها عريش ديال القزبور من الاحسن. كنزيدوا زويته بلديه والزيت الروميه كنكثروا شويه. المهم عينكم ميزانكم. انا تندير بالمغرفه، درت مغرفه. وكنردوا كلشي معنا يتشحر فوق البوطه. كندوزو للخضره ديالنا. الخضره ديال الطعام يعني باينه وواضحه وكلشي تيعرفها. الطريقه يعني انا خيزو هنا على حسب الموسم ديال الخيزو. الا كان طري راه تنخليو له القلب ديالو باش ما تفرتتش معنا. كان بحال دابا راه خيزو تبارك الله كبير وقابط في راسو، راه تنحيدو له شويه ديال القلب اللي تيكون في الاول، يعني تفاديا لداك المروره ديالو المكور. نقلبو خضيره ديالنا نقيوها مزيان مكور. انا هنايا عندي كميه كبيره ديال الخضره، حيت ما شاء الله ما شاء الله ضروري انا نهار الجمعه كندير الطعام لينا وطبيسيل في سبيل الله. لاي واحد كتب له داك الطبيسيل تياكلو، يعني داكشي علاش انا هنايا واخده كميه كبيره ديال الخضره. الانسان تيطيب وصداقه، يعني ما تتعرف شنو تتهز على الواحد. حنا هكا تربينا وهكذا والدينا علمونا نهار الجمعه ضروري اي واحد ولا المهم اللي كتب له كسكسو ياكلوا معنا. المهم كنتشاركوا معاهم. هنا اللفت واحد النصيحه، خيزو تنديرو بديك قشاره ديالو. اللفت كتحاولوا راه كتكون عنده بحال واحد القشره قاصحه، يعني تنغرقوا شويه في التقطاع ديالو. ايوا هنا كملنا الخضره ديالنا، تندوزو نغسلوها مزيان كما تتشاهدوا معنا. وتنفرق الخضره، يعني انا عندي الدجاج راكم تتعرفوا الدجاج يعني سريع في الطياب ديالو. يلاه كنشحرو، كنخليه غير نتشحر، ما كنحتاجش كاع نسد عليه كما كتشوفوا في الطنجره ديالنا. ها نتوما كما شفتوا فاش تنديروا دوك الخرقوم ودوك المقادير والسكينجبير تعطي داك اللون زوين للطياب ديال الدجاج. عاد كنزيدوا الابزار. هنا تندير المكور اللي تياخذ معايا شويه ديال الوقت. هو الاول تنديروا اللفت وخيزو
والقرعه الخضراء والحمراء تنخليهم حتى فاش تنحل عاد تنديرهم ان شاء الله، يعني باش ما الخضره ديالنا ما تذوبش. القرعه راكم عارفينها ساريه في الطياب ديالها. هانتوما كما تلاحظوا هنا تندير معلقه ديال الابزار، معلقه تقريبا ونص. هي نصيحه وخذوها قاعده، الابزار ديما تيكون نص ديال السكينجبير، يعني في اي طياب ديالكم الابزار ديما حاولوا ما تكثروش منه ويكون نص ديال السكينجبير. وكنسدو على الكوكوط ديالنا. هنايا عندي كسكسو احمر، يعني الاخوات راه تيعرفوا شنو هو الكسكسو الاحمر، يعني ديال الدار، هو ديال الدار ومخدوم بالحمامر، ما تيضرش، ما تينفخش المصران اللي عنده المشكل ديال الانتفاخ، يعني صحي وطبيعي. هنا في الزكتو درت معاه زويته بلديه من الاول خوفا باش ما يتعجن. ايوا في الزكتو كيف ما الطريقه المعتاده رديتو يتفور. هنا حليت الكوكوط ديالي، زدتها القرعه الخضراء والقرعه الحمراء كما سبق ليا شرحت لكم. وتفاديا ديك القرعات طيب لنا مسوسه راه تنعاود نصحح الذوق. كانت ناقصه الملحه تنزيدها، كانت ناقصه شويه من الحاجه. هنا التفويره الثانيه ديالنا تنزيد شويه ديال السمن، انا من محبي المذاق ديال السمن، يعني هذا تيبقى اختياري. وتنفزقوه وتنخليه واحد 10 دقائق على ما ينشف لنا، وتنعاودوا التفويره الثانيه. 2 تفويرات كافيين، يعني نعطيوها غير شويه ديال الوقت ونحاولوا نفزقوه مزيان يعني باش يشرب لنا. هنايا كسكسو ديالنا وجد، لقيتوني تنسقي. كما قلت لكم داك الطبيصيل كتاب اللمن ما كتاب ان شاء الله غنشاركوا معاهم. احنا هنايا ما شاء الله في الحومه كيكونوا عندنا واحد القهوه، ما الدراري اللي خدامين وتيترزقوا الله ما عندهم ديورهم بعادين تيجيو يجلسوا هنا، تنخرجوا في سبيل الله. ويا ربي هاد النعمه ما تحرمناش منها وبزياده الرزق يا ربي. هذه حنا هذا واجب، يعني ماشي صدقه، هي صدقه كتحسب لنا صدقه ولكن راه واجب. يعني الانسان تيطيب ما فيها باس، ولو مره في السيمانه، يعني نديروا بحال هاد الاشياء اللي تربينا عليها مع والدينا. هادشي كان كيديروه والدينا والحمد لله بقات فينا عاده ولا يقطعها عاده. ايوا وهما كسكسو كما تشوفوا كيجي على حقه وطريقه تقليدي، ما زايد فيه حتى شي حاجه، ما ناقصه فيه حتى شي حاجه. كاين اللي تيفضل بالتفايه، يعني تيزيد التفايه. وكل منطقه كما قلنا والطريقه ديالها، وكل منطقه والتقاليد ديالها. والحاجه اللي تجمعنا ان كسكسو في يوم الجمعه ضروري، يعني هذه. وهنايا كنصوركم الكسيعات، يعني جا هائل، يعني راه بصحة والراحة لينا وليكم. ما تنساوناش الدعم ديالكم، الاشتراك والدعيوه ديال الخير، والاشتراك والدعم ديالكم على القناه ديالي.